اما حضراتكم تسالوا هل النادي الاهلي طرف في هذا الامر؟ بتزيرة ابن ميت عقبه. حضراتكم ايوه، النادي الاهلي طرف في قضيه او ملف اخوان بزيرة. ليه؟ لان عرض نادي شباب اهلي دبي مش بالعرض الكبير قوي اللي يخلي اخوان بزيرة يتمرد على الزمالك ويهرب من المعسكر وكمان مش عاوز يرد على حد. لا والله مش عرض المغري، كمان اخوان بزيرة بيلعب في نادي كبير وعظيم، اكبر قلعه رياضيه في مصر. انت تتكلم جد؟ بتزيرة اللي بيلعب بمشاعر واخلاص وحب صادقين، والاكثر شعبيه ونادي الاكثر تتويجا في القرن العشرين. هشوف لك حد يركن جنب اي حيطه، روح. هيضحي ده كله عشان يلعب مع احترامه وتقدير لشباب اهلي دبي. والمشاعر الصادقه اللي بتخرج من القلب لازم توصل للقلب. لا الا اذا كان هناك من يحرك اخوان بزيرة ويحرك شباب اهلي دبي من خلف الكواليس. ما تكملش ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. المعلومات بتقول النادي الاهلي هيعمل كوبري لاخوان بزيرة عشان يلعب جناح ايمن. يبدو انه صفقه زيزو فشلت، لم يملا فراغ الجناح الايمن ولم يستفيد منه النادي الاهلي، فاخوان بزيرة هو الحل. حاولوا نضرب كف بكف يا حاج. كمان اخوان بزيرة هو مصدر القوه والرعب في فريق الزمالك، ولا بد من تفريغ الزمالك من نجومه. ودي سياسه مش جديده، تفريغ الزمالك من نجومه سياسه مش جديده في النادي الاهلي. هو بعينه بغباوته وشكله العكر. يا تمنع عنه صفقات يا تاخد احسن لعيب، ده سياسه وشعار معروف يا ترعه المفهوميه يا فيلسوف الحمير. كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي عارفين هذا الكلام، وده موروث عند الاهلي اللي هو اضعاف المنافس. هم عارف الشاعر الكبير الاستاذ جمال بخيت عنده قصيده ملهاش حل ليه؟ اسمها دين ابوهم اسمه ايه؟